تعالوا بقى نعمل كيكة التريليتشا التركية او كيكة الحليب والكراميل او زي ما بيسموها هنا في مصر القشطوطة. ليها اسامي كتيرة قوي قوي. المهم ان احنا في الاخر هنعمل كيكة من احلى واجمل واطعم والذ الكيكات اللي ممكن نعملها، وهنعملها بكيك اسفنجي بالدقيق العادي باسهل وانجح طريقة، وهنعملها كمان من غير ولا سمنة ولا زيت، لان طريقة الكيكة الاصلية الاسبونج بتتعمل من غير ولا سمنة ولا زيت، وهنعملها كمان من غير محسن جل. كيكة بجد طعمها روعة، هشة وطرية جدا وخفيفة جدا جدا، وتقدري تاكلي منها بقى قطعة واتنين وتلاتة من غير ما تجزع نفسك. وميكس كده الكيكة مع الكريمة مع الكراميل، تحس كده انهم متفصلين على بعض، وبجد خسارة يتقال عليها كيكة دي جاتوه. حاجة كده بجد من اجمل واروع واطرى كيكة في العالم. ويلا بينا بقى بسرعة نشوف مقادير الكيكة القمر دي، وكمان نشوف الطريقة بالتفصيل. بس ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واول حاجة هنحضرها الكيك الاسفنجي. هنجيب بولة بقى وننخل فيها المواد الجافة الاول، وهما كوبايتين من الدقيق العادي، وهنحط عليهم باكو كامل من الكيك شيف، وده احسن نوع للكيكات، وننخلهم بقى كويس علشان ندخل الهواء فيهم. وبس كده هنسيبهم بقى دلوقتي على جنب، ونجيب بولة تانية ونحضر فيها بقى المواد السائلة. معانا هنا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، هنحط عليهم باكوين من الفانيليا، وكمان نص كوباية سكر حبيبات العادي، مش لازم سكر بودر، وعليهم كمان رشة صغيرة قوي من الملح. هنضربهم بقى بالمضرب الكهربائي او المضرب السلك العادي اليدوي، بس هياخد معاكي وقت كتير شوية، فالمضرب الكهربائي يسهل علينا كتير، وبصراحة هو البطل بتاعنا النهاردة، مش هنقدر نستغنى عنه خالص في الوصفة دي. اهم حاجة اننا نفضل نضربه لغاية ما يتقل واللون بتاعه يفتح خالص زي ما انت شايفة كده. هنعمل بقى هنا اختبار للخليط بتاعنا. احنا عايزين لما نرفع المضرب ونعمل بيه خطوط ما تنزلش الخطوط دي بسهولة في الخليط وتختفي زي دلوقتي كده، فهنضربها هنا كمان دقيقتين 3. وبس كده شايفين الخليط بتاعنا تقل ازاي وفتح لونه اكتر، والخطوط اللي احنا بنعملها واقفة على وش الخليط وما بتسقطش بسهولة كده، يبقى تمام. هنجيب بقى الدقيق اللي احنا حاطين عليه باكو من الكيك شيف، ونحطه على الخليط بتاعنا شوية بشوية، ونقلب بالراحة خالص وانت بتشتغلي من تحت لفوق باتجاه واحد زي ما انت شايفة كده، علشان ما نخرجش الهواء اللي احنا دخلناه في البيض والسكر، ويطلع معاك الكيك كيك حلو وهش. انا هنا بقى هسرع الفيديو شوية علشان ما يطولش عليكم اكتر من كده. وبعد ما يختفي الدقيق خالص في الخليط نحط كمان شوية من الدقيق، ونقلب برضو بالراحة خالص وفي اتجاه واحد علشان نفضل محافظين على الهواء. هنجيب الصينية بتاعتنا، والصينية دي اكبر صينية في الطقم، هما بيبقوا 3، دي اكبر واحدة. هندهنها بقى بشوية صغيرين من السمنة، وبعد كده هبطنها بالدقيق وهنفضها كويس، وهحط فيها بقى خليط الكيك بتاعنا. هنوزع بقى الخليط بتاعنا في الصينية ونخبطها كده خبطتين على الرخامة علشان نخرج الهواء.
ونحطها بقى في فرن سخن في الرف اللي في الوسط. هنقيد عليها من تحت بس، مش هنقيد عليها الشوايه خالص، والنار بتاعتنا هتكون متوسطه. خلي بالك من الحته دي، النار بتاعتنا لازم تكون متوسطه مش عاليه. وهتقعد بقى معانا في الفرن حوالي تلت ساعه، لان الكيكه بتاعتنا دي مش عاليه قوي، فمش هتاخد معانا وقت خالص في الفرن، وهتطلع معانا بقى بالجمال ده. هنسيبها بس تهدى 10 دقايق، وبعد كده هنشيل الوش بتاعها كله، لان الوش ده بيبقى شايل كل زفارة البيض. هنسيبها بقى بعد كده لما تبرد خالص خالص قبل ما نسقيها بخليط التسقية، وهو عبارة عن كيلو الا ربع من اللبن. هنحط عليه ربع كوباية من السكر، وعلبة قشطة صغيرة. لو عندك وش اللبن ينفع، لو عايزة تستغني عنها خالص مفيش اي مشكلة. ونسيت اقول لكم ان اللبن بتاعنا لازم يكون بارد. ونقلبهم بقى كويس جدا. هنخرمها بقى بالسكينة علشان تشرب اللبن اللي هنسقيها بيه بالشكل ده. هنجيب بقى اللبن ونبدأ نسقي بيه الكيك بتاعنا. ما تقلقيش خالص من التسقيه اللي انت سقيتيها، لان ده كيك سبونج فهيشرب معاكي، مفيش اي مشكله خالص. احنا عايزين الكيك بتاعنا يوصل لدرجه لما نضغط عليه كده نسمع صوت سقسقه اللبن موجوده فيه، وهي دي اللي بتدينا نتيجه حلوه جدا. ونسيبها بقى شويه لغايه ما تشرب الحليب بتاعها وتطرى. وفي الوقت ده بقى هنعمل الكريمه بتاعتنا، عباره عن كوبايتين من الكريم شانتيه وكيس من اللبن البودر. لو مش موجود عندك تقدري تستغني عنه خالص، مفيش اي مشكله. وكمان نص كوبايه من السكر. وهنحط عليهم 3 كوبايات من الميه المثلجه، لازم الميه يكون فيها تلج. لو عايزه تبدلي الميه وتحطي لبن حطي. وبعد كده بقى هنبدأ نضربهم بالمضرب الكهربائي. ونفضل بقى نضربهم دقيقتين 3 كده لغاية ما يوصل قوام الكريم شانتيه بتاعنا للقوام الفومي الكريمي ده. هنجيب بقى الكيك بتاعنا ونبدأ نوزع ونساوي عليه الكريمة بالشكل ده. هندخلها بقى التلاجة تسقع شوية لغاية ما نعمل اخر طبقة موجودة معانا وهي الكراميل. هنحط بقى طاسة على عين البوتاجاز، والاحسن انها تبقى ألمونيا، وهنخلي الشعلة بتاعتنا تكون متوسطة، ونحط فيها بقى كوباية من السكر ونفرده كويس في الطاسة بالشكل ده. وهسيبه خالص مش هلمسه ولا هعمل فيه اي حاجة. وبعد شوية هتلاحظ ان الطبقة اللي تحت بدأت تتكرمل. ممكن بقى في الوقت ده نقلبها ونساعدها ان كله بقى يدوب ويتحول لكراميل. وبعد ما السكر داب معانا خالص وبقى كراميل، هنحط فيه بقى معلقة سمنة واحدة ونقلبها كويس بالشكل ده. ونهدي بقى النار بتاعتنا خالص في الوقت ده. وبعد كده هنجيب 3/4 كوباية من اللبن علشان احنا عايزينه يبقى خفيف شوية، ونحط عليه معلقة كبيرة من النشا ونقلبها بقى كويس جدا. وبعد كده هناخده وننزل بيه على الكراميل بتاعنا. هتلاقيه قفش كده واتحجر معاكي، ما تقلقيش خالص، مع السخونه والتقليب هتلاقيه فك خالص معاكي. وبس كده تمام قوي. الكراميل داب معانا خالص وكمان تقل، ولسه هيتقل عن كده كمان شويه لما يبرد. نطفي بقى عليها النار على طول.
وهصبه بقى في اي بولة. ودلوقتي طبعا ما اقدرش ابدا احطه على الكيك وهو سخن والا هيسيح الكريمة اللي احنا عاملينها، فهسيبه بقى لما يبرد خالص. وبعد ما برد وتقل كمان شوية معانا نحطه بقى على سطح الكيك بالشكل ده. هحاول بقى افردها بالطريقه دي، لان لو فردتها باي حاجه هلاقي الدنيا باظت معايا. فهمسك بقى الصينيه واحركها في كل الاتجاهات لغايه ما الكراميل يغطي سطح الكريمه. شايفين الكراميل بتاعنا قد ايه سلس معانا وفي لمعه حلوه قوي وطري كده وبيتفرد معانا بسهوله. وبعد كده اخدت بقى شويه الكريمه اللي باقيين وخففتهم بشويه ميه وحطيتهم في كيس تلاجة عادي، وقطعت الطرف بتاعه قطعه صغيره وحاولت بقى اجود كده واعمل خطوط زجزاج زي ما انتم شايفين كده. وبعدين جبت خله او حتى سكينه تكون سنها رفيع وعملت خطوط بالطول بالشكل ده. وبعد كده قلبت الصينيه وعملت برضو خطوط بالطول علشان تبقى في الاخر بالشكل القمر ده. تقدري بقى دلوقتي تدخليها التلاجة قد ساعة كده علشان الكراميل يمسك شوية في الكيكة والكيكة كمان تشرب منهم وتطرى كده اكتر واكتر. وبعد كده هنقطعها. اول قطعة طبعا بتتبهدل شوية واحنا بنشيلها، فهناخد بقى قطعة تانية ونشوف بقى حلاوة وجمال شكل الطبقات بتاعتنا على بعض. حاجة كده بجد رهيبة. شكلها حلو جدا وطعمها احلى بكتير، وبجد من احلى الكيكات اللي ممكن تعمليها. كيكة طرية جدا وهشة جدا جدا، وميكس كده الكيكة مع الكريمة مع الكراميل تحس كده بجد انهم متفصلين على بعض. تسويتها مظبوطة جدا والسكر بتاعها مظبوط، يعني تفضلي كده بقى تاخدي معلقة ورا معلقة من غير ما تجزع نفسك. وعلى فكرة القطعة من دي الواحدة بتتباع بره ب60 جنيه وانت طالعة، والصينية دي عملت لي 12 قطعة هنقول ب50 مش ب60، يعني كده 600 جنيه. فحرام ليه نشتريها من بره لما ممكن نعملها بأقل من كده بكتير. والله وانا عملت لكم الطريقة بالظبط، وما نحرمش بقى نفسنا ولا اولادنا من اي حاجة. شايفين الكيكة بتاعتنا ازاي بتشر لبن وفي نفس الوقت مش طالعة مفرولة معانا. كيكة بجد حلوة جدا وطعمها يجنن، واتمنى من كل قلبي انكم تجربوها. وبس كده، ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك. واشوفكم ان شاء الله باذن الله فيديوهات جايه كتيره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.